من شكلها كده شكلكم عرفتوها، دي كفتة داود باشا. حد بقى عنده فكرة هما ليه سموها كده؟ كملي بقى انتي معايا الفيديو عشان اقولك هي ازاي اتعملت كده. علشان بقى نعمل كفتة داود لازم نصفي كل السوائل في الخضار اللي هيتحط فيها. انا هنا فرمت البصل والثوم مع بعض في الكبة وعصرتهم كويس جدا ونزلت كل المية اللي فيها، ونفس الكلام حطيت كزبرة خضرة وبقدونس، وطبعا اتنشفوا كويس جدا من المية اللي كانت مغسولة بيها. وبعد كده بقى بحيقها بملح وفلفل اسود وكمون وبهارات من اي نوع بهارات عندك. انا استخدمت بهارات عربية، وكمان معلقة من المنكهات اللي احنا عملناها قبل كده على الصفحة عندي، مش هفضل كل شوية اقولكوا عليها. بجد اعمليها وخليها عندك في البيت ومش هتندمي. وبصي مش هوصيكي بقى في تقليب الكفتة، انا عايزة اشوفك وانتي بتقلبي بقى في الكفتة. انتوا لو حد خد باله انا كنت بديها بالبوكس اساسا اهي. طلعي غلك كله فيها بقى وتقلبيها كويس جدا علشان الحياء يبقى توزع، وبعد كده بقى تشيليها في التلاجة لمدة ساعة علشان تتشمع، وبعد كده تبقي تطلعيها وتعمليها على شكل كور. لحد فترة قريبة ما كنتش فاهمة يعني ايه كلمة تتشمع يعني، لكن بعد كده عرفت. وايه بقى اللي بيحصل في موضوع التشميع ده؟ ان انت لما بتيجي تعملي الكفته وبتقعدي تقلبي فيها كتير جدا وبتقلبي جامد وعلشان تضمني ان الحياء توزع على الكفته كلها، الكفته بتسخن، فلما تيجي تشتغلي بيها على طول هتفك منك وهتبقى النتيجه مش كويسه خالص. لكن لما بتسيبيها تستريح في التلاجة بترجع تمسك نفسها تاني، ولما تيجي تشكليها هتتشكل معاكي بمنتهى السهوله ومش هتفك منك اثناء الطبيخ خالص او اثناء باقي الاكل يعني. هنا انا كنت عملتها على شكل كور، كنت عاملاها على فكره كور كبيره مش صغيره، واستوت معايا وكانت جميله جدا. علشان احنا هنشوف طريقه السوا بتاعتها عامله ازاي، وبعد كده هقول لكم بقى تعملوا ايه. بس بعد ما تعمليها كور، لو انت شايفه ان هي محتاجه تتساب في التلاجة شويه سيبيها، مش محتاجه خلاص تقدري تشتغلي على طول. هنا جبت شويه دقيق في طبق بس مش اكتر من كده، عشان سمعت كده حاجات غريبه في ناس بتحط نشا يعني حاجات كده ما ينفعش يعني. المهم تمشي كده الكوره في الدقيق وتخلي الدقيق يغطيها من بره كويس جدا، وتبدأي انك تنفضيها من الدقيق وبعد كده تحطيها في الطبق بره. بنفضها من الدقيق علشان ما يحرقش معايا في السمنة اللي احنا هنحمر فيها الكفتة. تيجي بقى في طاسة عندك على النار تحطي معلقة زيت صغيرة جدا ومعلقة كبيرة من السمنة، ممكن تعمليها كلها زيت براحتك، عايز تعمليها كلها سمنة برضو براحتك، لكن الميكسين كده مع بعض بيدوني طعم جميل جدا. وبعد كده ابدأ انزل بكور اللحمة واسيبها، ما ينفعش اقعد اقلب فيها كتير، اسيبها لحد ما تتحمر من الجنب اللي تحت ده، من اللي تحت خالص يعني. وبعد كده اقلبها اخليها تاخد وش من الناحيه التانية. المهم المجمل ايه؟ انها ما تتقلبش كتير وانها تتحمر من كل الاتجاهات وتستوي، بس ما بتستويش سوا كامل علشان ما تنشفش مني لما احطها في صوص الطماطم. المهم انها لما اجي اطلعها من الطماطم ما تبقاش ناشفه من كتر السوا، وبرده ما تبقاش مش مستويه خالص علشان ما تبقاش مفروله مني. هنا بقى بدأت لقيتها اتحمرت من تحت فقلبتها من الناحيه التانية. عايزه اقولك هي هنا اصلا كانت خلاص مسكت نفسها، وبرضو مش برجع اقلب فيها تاني، بلمها بس كده في النص في السمنه علشان تتحمر كويس جدا، وبسيبها بقى تاخد وقتها براحتها. على فكرة هي مش صعبة، هي سهلة جدا وطعمها كان تحفة جدا جدا جدا. هنا بقى قعدت اقلبها يمين وشمال، كانت خلاص بقى مسكت نفسها وبدأت تتحمر، فهبدأ ان انا ارفعها. الكفتة لوحدها بس هي اللي هتترفع من على النار، هشيلها كده بالمعلقة احطها في طبق على جنب لحد ما اجهز بالصوص بتاعها. هنا بقى خلاص كانت استوت واتحمرت كويس جدا. هبدأ ان انا ارفعها من السمنة واحطها في طبق كده جنبي تستريح شوية على ما اجهز بالصوص بتاعها. حطيت بقى معلقتين توم وبدأت ان انا الم كل الحياء اللي في الجوانب وكل حاجة كده في الطاسة يعني. هي ما اتحرقتش ولا حاجة. اللي انتوا شايفينه غامق ده اللي هو المكان الدهن بتاع الكفتة والمية اللي نزلت فكرملت.
خلاص الثوم اتحمر معايا، هطشه بقى بطماطم مسبكاها انا من قبل كده. انتوا عارفين بسبك طماطم وبشيلها في الفريزر، فبتبقى معايا جاهزه على الشغل على طول. وبحيقها بملح وفلفل بس كده، واسيبها بقى لحد ما تتسبك كويس جدا، وبعد كده انزل عليها بالكفته. هنا بقى كانت خلاص اتسبكت معايا، نزلت عليها بالكفته، واسيبهم بقى ياخدوا لهم بقى غلوتين 3 مع بعض. اغرق كده الكفته في الصوص كويس جدا. الصوص بتاعها بيكون قوامه تقيل. انا هنا قدمتها مع رز بشعريه، تقدر تقدميها مع رز ابيض او رز واحده. وممكن كمان تسلقي مكرونه وترميها على الصوص بتاع الكفته. هبقى اعملها لكم في مره واقول لكم هي كانت عامله ازاي، وهل هي طعمها احلى بالمكرونه ولا بالرز. هنا بقى كنت بوريكي اللحمه من جوه مستويه ازاي وماسكه في نفسها وبتتقطع بالمعلقه، مش مفروله معايا خالص. جربيها وقولي لي رايك، ويا ريت تحفظي الفيديو عندك عشان انا واثقه انك هترجعي له تاني. بألف هنا وشفا. متنسيش بقى الاعجاب والمتابعه، وتفعلي الجرس لو انت على اليوتيوب عشان يوصلك كل الفيديوهات.